السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الله هي العليا، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل رحمة للعالمين. بداية نشكر كل فعالية لبات الدعوة واللي حاولت وتكلفت على نفسها بالحضور ومعازرتنا خلال هذه الفترة التأسيسية. وبهذه أمر لا بد نثنو على التاريخ المجيد اللي حقق الشعب الصحراوي والانتصارات اللي المتوالية الحمد لله التي تحققها الدبلوماسية الصحراوية على الصعيد الدولي. ولذلك قمنا نحن مجموعة من شباب من أرض الوطن بتأسيس منظمة سميناها منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان، واللي نرجو من عند الله أن تكون فيها الخير لنا والمسلمين وللشعب كافة. منظمة جاءت في هذه الظرفية لأن هذه الظرفية تشهد تغير في الأحداث على الساحة الحقوقية، لذلك كنا ملزمين انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية التاريخية تجاه شعبنا وتجاه الشعب الصحراوي الأعزل. قررنا أن نأسس هذه المنظمة وسميناها منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان. وانتم أولاد الوطن وتعرفوا تاريخ الصحراء، تاريخ الصحراء ما خلق حد ما يعرفوا، والانتهاكات الجسيمة اللي توقع كل نهار على مستوى حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هو شيء ما تلاقي حد يسكت عنه، وعاد يلزم العار الصامت عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. ولجينا نتلو عليكم تاريخ الصحراء من 1884 يبان دخول الاحتلال الإسباني لمنطقة الصحراء الغربية، اللي تموا نسجلوا ونكتبوا لا الحصر الكثير وجملة من الانتهاكات في حقوق الإنسان. وتمت الانتهاكات من 1884 إلى 1975. جاء طرف ثاني دخل في صراع الصحراء الغربية، واللي هو طرف جديد، وزاد الطين بلة وزادت الانتهاكات بالجملة ورفع من مستوى الانتهاكات اللي هو الدولة المغربية، واللي صراحة نحن كشعب ونحن كهيئات وكمجتمع صحراوي كنحملوها المسؤولية في هذه الانتهاكات الجسيمة اللي توقع كل نهار قدام على مرأى ومسمع من الجميع. منين عندنا نتسدروا في الشارع، أنا صراحة عن نفسي ما تلقيت نمشي في الشارع قايل لي كل نهار نجبر مرة مبطوطة في المبطوط، الانتهاكات بالجملة. وهذا مع الحصار المضروب، طبعا الحصار المضروب الإعلامي على المنطقة. لذلك وبهذه التراكمية كاملة قررنا نحن هذا الشباب تأسيس هذه المنظمة اللي أطلقنا عليها منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان، اللي نبغاها تعود منظمة دولية. والظرفية تحدد وتلزمنا عن نأسسوا هيئة حقوقية، لأن الظرفية من هو القدام اللي تطور العمل الحقوقي وليشهد مجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. العيون الصحراء الغربية 20 أبريل 2013. بيان تمديدي رقم 1 منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد تحقيقا للمبادئ والأهداف التي من أجلها تم التأسيس والإعلان عن ميلاد منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان، وما تشهده المناطق المحتلة وجنوب المغرب من توالي الأحداث من قمع وخروقات لحقوق الإنسان الدولي لحقوق الدولي الإنساني. ومن هذا المنطلق نعلن في هذا البيان مجموعة من المبادئ والأهداف المتوخى تحقيقها. أولا، نحمل الدولة الإسبانية المسؤولية الكاملة إزاء ملف قضية الصحراء الغربية، وبما في ذلك ما تشهده الساحة من قمع وحصار وتشريد للأطفال من لدن الدولة المغربية. ثانيا، إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. ثالثا، المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن كافة المفقودين. رابعا، المطالبة بإسقاط جدار العار الحائل بين المناطق المحتلة ومخيمات العزة والكرامة. خامسا، المطالبة بتوسيع صلاحية المينورسو. سادسا، التنديد باستخدام فرنسا حق الفيتو أو التخفيف من لهجة القرار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبعا لابد أن نعرج على مكون هذه اللجنة وفحوها والجانب القانوني لهذه اللجنة وأهدافها. لذلك ينقص الرفيق محمد لمين اللي يتلو علينا القانون الأساسي لمنظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان. جزاه الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، القانون الأساسي لمنظمة الكرامة
والعدالة لحقوق الإنسان. الديباجة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة بصفة خاصة والمنظمات بصفة عامة، وتزايد الاهتمام بالشأن الحقوقي من قبل الأفراد والجماعات المختلفة، وتعدد الآليات الحقوقية في العديد من المجالات، ولدت فكرة قيام منظمة تعني بحقوق الإنسان في أبعادها الثقافية والاجتماعية والقانونية، انطلاقا من مقررات الأمم المتحدة وبالاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف وإعلان برشلونة وكافة الاتفاقات والبروتوكولات والصكوك الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كافة موادها، تعمل على احترام الحقوق والحريات الأساسية ودعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ونشر الوعي بهذه المبادئ في أوساط الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. المادة الأولى التعريف. المنظمة تدعى منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان، منظمة مدنية غير حكومية تعمل طبقا لقرارات الأمم المتحدة. المادة الثانية المقر العيون الصحراء الغربية. المادة الثالثة الفروع. يحق للمنظمة إنشاء أو فتح فروع حسب ما تقتضيه الحاجة وظروف العمل في أي مكان تختاره. المادة الرابعة تتخذ المنظمة شعارا لها على أن يرمز هذا الشعار إلى حقوق الإنسان. المادة الخامسة الأهداف. الدفاع عن كافة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم طبقا للمواثيق والقوانين الدولية، رعاية كافة المصالح الاجتماعية والاقتصادية لكافة شرائح المجتمع، المساهمة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم النشطاء الحقوقيين والمدافعين العاملين في المجال الحقوقي وتنسيق جهودهم وحماية من الاضطهاد والدفاع عنه. تعريف المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم وبأهمية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة العاملة في المجال الحقوقي. الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان للنظام القانوني مثل التعذيب التعسفي والاعتداء المادي والمعنوي، السجن دون محاكمة، الاعتقال دون تهمة، وتحميل المنتهكين مسؤولية جرائم. البحث عن مصير المفقودين ومواساة عائلاتهم. الدفاع عن حق الحر. المواثيق الدولية. لا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح المادي، وتعتبر من المنظمات الإنسانية الهدافة إلى تحقيق المنفعة العامة. تعتبر المنظمة بكون الجبهة الشعبي لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المعترف بها دوليا. المادة السابعة هيكلة المنظمة. أولا الجمعية العمومية. البند الأول تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المنظمة. البند الثاني لا يعتبر عضوا في الجمعية العمومية إلا من مضى على انتسابه أكثر من 6 أشهر قبل انعقاد الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة يجوز اعتباره عضوا شرفيا فيها. البند الثالث يجوز للجمعية أن تقبل أيضا أعضاء شرفيين من الذين يساهمون في العمل على تحقيق أهداف المنظمة. البند الرابع للأعضاء الشرفيين حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين أو مستشارين، وليس لهم حق التصويت أو الانتخاب ترشح. البند الخامس تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل 6 أشهر على الأقل، ويجوز لها أن تعقد اجتماعا استثنائيا بناء على دعوة من الأمانة العامة للمنظمة أو بطلب من غالبية أعضائها. البند السادس لعقد أي اجتماع يتم إرسال الدعوة وجدول الأعمال كتابة لكل الأعضاء، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل في حالة الاجتماع العادي أو الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك. البند السابع من اختصاصات الجمعية العمومية وضع سياسات وبرامج عمل المنظمة ومتابعة وتقييم أداء الأمانة العامة لعملها وإجراء أي تعديل على النظام الأساسي وإصدار لوائحه الداخلية واعتماد
قبول انتساب أعضاء جدد في المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعضاء المنظمة الذين يخالفون نظم ولوائح المنظمة أو يلحقوا أي ضرر بأعضائها أو عملها، ولها أن تفوض الأمانة العامة بما تراه من هذه الاختصاصات أو غيرها. البند الثامن: تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها هيئة إدارية تتكون من 10 أعضاء، تكون هي المسؤولة عن الأمانة العامة وتختص بتنفيذ سياسات وقرارات الجمعية العمومية الرامية إلى تحقيق أهداف المنظمة وفي إطار مبادئها. ثانيا: الأمانة العامة. البند الأول: في أول اجتماع تعقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتاريخ 2013 شهر 2 العيون الصحراء الغربية، منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن ما تشهده المناطق المحتلة من انتهاكات لحقوق الإنسان واختراقات للمواثيق والعهود الدولية وتزايد مسلسل القمع، إضافة إلى الحصار الإعلامي والمضايقات المخزنية طوال فترة الاحتلال الإسباني منذ سنة 1884 إلى حدود سنة 1975، مرورا بمرحلة أخطر من ذلك هي مرحلة الاحتلال المغربي. وعليه بموجب هذه التراكمات التاريخية أصبح من الضروري بل من الواجب علينا نحن الصحراويين القيام بمجموعة من الخطوات للوقوف ندا بالند ضد هذا الاستعمار. وفي هذا الإطار قمنا نحن مجموعة من الشباب الصحراوي بتأسيس منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف والمبتغيات، من ذلك مواكبة الأحداث المرحلية القادمة والدفاع عن كرامة وحرية الشخص الصحراوي. وفي الختام نرجى من المولى العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير لهذه الأمة ولهذا الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.